السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم حبيباتي. أرجعت لكم في همسة من همسات الشفاء. هذه المرة راح نتحدث على موضوع استئصال الثدي مع نصايح مهمة لأي محاربة مقبلة على هذه العملية. الاستئصال كلمة ثقيلة على الوذنين وتخوف أي محاربة، بصح في الحقيقة هو مرحلة علاجية مهمة بزاف وتنقذ الحياة في بزاف من الحالات. كي تجي الطبيبة وتقول لك لازم استئصال، راح تلقاي راسك بين الخوف والقلق والآلاف من الأسئلة، وهذا طبيعي بزاف. كل امرأة تمر على هذا المرحلة تعيش نفس الإحساس. أول حاجة لازم تفهميها، الاستئصال ماهوش نهاية الأنوثة ومش نهاية الحياة، هو فقط خطوة قوية باش تمنعي المرض من الانتشار، تعطي الروح فرصة جديدة وتولي أقوى من قبل. الكثير من الناس داروه وتعافوا ورجعوا لحياتهم الطبيعية، يخدموا ويربوا ويعيشوا ويضحكوا. كي تقربي من العملية راح يجي نهار وين لازم تكوني واجدة نفسيا قبل ما تكوني واجدة جسديا، لذلك خذي وقتك باش تهضري مع طبيبتك، سقسيها على كل صغيرة وكبيرة وش رايحة تنحي، كيف راح تكون العملية، وش كاين بعدها. المعرفة راح تخفف الخوف، وهضري مع الناس اللي داروا نفس العملية راح يفيدوك بزاف لأنهم عاشوها على حقيقتها. ومن هذا المنبر نطمن جميع اللي مقبلين على هذه العملية أنه عملية سهلة وبسيطة جدا فت عليا، وإن شاء الله تفوت عليكم سهلة كما فت علي أنا. جهزي ملابس فضفاضة باش تقدري تلبسي وترتاحي. الملابس من الأفضل تكون من نوع اللي عندها لي بوطون منها من قدام، المهم تكون تقدري تفتحيها باش تقدري تحركي يدك وتلبسي حوايجك بسهولة وبدون ألم. حضري أوراقك، لي زاناليز نتاعك، أي حاجة قالت لك عليها الطبيبة من الأحسن تكون واجدة، ومن الأحسن تكون وحدة قريبة معاك باش تبقى سند ليك. الألم اللي يكون بعد العملية ألم مقبول ومسيطر عليه بالأدوية، وما تخافيش، حاولي تتحركي بالشوية، ما تبقايش دايما في سريرك. والالتهاب لازم تنتبهي له مليح مليح، أي حرارة، احمرار ولا إفرازات غير طبيعية لازم تبلغي الطبيبة فورا. في الأيام الأولى راح يكون عندك مصرف ولا كما احنا نقول له الدراء، راح يحطوه باش يخرج السوائل. الطبيبة راح تنعت لك كيف تعتني به، وما تخافيش، هو أمر طبيعي ويدوم أيام فقط. كل ما لقيتي هذاك الدراء تعمرت القارورة لازم تروحي لأقرب مركز صحي راح تبدليه وتولي. تبقى يدك من جهة العملية لازم تعمليها بحذر، تهزيش الحاجات ثقيلة، ديري تمارين اللي يعطيهم لك الطبيب باش ما تتجمدش الكتف، ولازم تنتبهي من الوذمة الليمفاوية يعني باش ما تتنفخش ذراعك، خصوصا إذا نحاولك الغدد من تحت الإبط. لازم ما تجرحيش يدك، ما تكونش حاجة فيها، ما توخزيهاش، ما تقيسيش بها النار أو الحاجة سخونة ولا تقربيها للنار. يبقى في التغير الجسدي اللي راح يكون أصعب جزء عند بزاف نساء. لازم تعرفي باللي الجرح راح يبرأ والجسم يتأقلم والنفسية راح تزيد تقوى. كاين نساء يديروا إعادة البناء مستقبلا، وكاين اللي يعيشوا هكاك، والاثنتين عايشين بقوة وثقة. أما فيما يخص التغذية فهو لازم في كل الحالات، سواء مريض ولا صحيح، أكل صحي، خضر، فواكه، بروتين، والماء ثم الماء ثم الماء. تجنبي السكريات المفرطة والدهون الثقيلة. الجسم هذه المرحلة يحتاج دعم، وما تخليش دواك بعد الاستئصال. كاين بروتوكول علاج لازم تكمليه، كما أقراص الهرمونات، الهيرسبتين، لا راديو ثيرابي. المهم تكملي العلاج كامل، ما توقفي حتى حاجة، كل حاجة تكمليها على حساب وش قال الطبيب. ما تسمعيش للناس اللي يقولوا علاش قبلتي، علاه نحيتي، كاين علاج آخر، الأعشاب تكفي. هذا الناس غير يزدوا يصدعوا الراس.
تقربي من الناس اللي يفهموك ويكونوا سند ليك. وفي الأخير الاستئصال ماهوش خسارة، هو ربح للحياة، هو قرار شجاع وخطوة تضمن لك سنوات لقدام بإذن الله بصحة وبقلب مرتاح. راكي داخلة على مرحلة صعيبة شوية، بصح بعدها راح تولي تشوفي روحك أقوى أجرأ وأوعى من قبل، وربي يشفيك ويقويك ويشافينا كامل ويعطينا طمأنينة تفوت الجبال. وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.